من بين الأطباق التقليدية المغربية الشعبية. هنايا طبق ديال الكرعين بالحمص كيجي لذيذ بزاف، سيرتو إلا حضرناه على الفحم كيجي غزال بزاف. ان شاء الله يعني يعجبكم هذا لا فيديو وتابعوه حتى الاخر، لان الطريقه سهله وكيجي معلك وكيجي لذيذ، ما غاديش تشبعوا منه. فقط تبعوا الطريقه، ما تنسونيش بلايك، تعاليق، بارطاج مع الاصدقاء والحباب، وبارطاجيوه مع الحباب كما كنقول لكم باش تكبر القناه، لان التفاعل زيرو. يعني كديري مجهود في جميع الفيديوهات، وكنحاول كل مره يعني نعطي شي حاجه اللي احسن من اخرى، ولكن كتبقى النتيجه يعني ما كاينش تفاعل. نتمنى ان شاء الله اللي شاف الفيديو ديالي يطلعوا وبارطاجيه مع الاصدقاء والاحباب. هنا كما كتشوفوا عندي هنايا الكرعين اللي غسلتهم، ويعني هكا قطعتهم عند الجزار. هنا فقط غادي نستعمل تقريبا نص ديال الكرعين كبار، يعني كيلو هنا عندي ديال الرجلين او الكرعين او الفراقش، كل واحد كيسميهم. غادي نستفوهم في كوكوت يعني طنجره ديال الضغط. وهنا عندي بصله كبيره مشلضه مع 5 ديال الفصوم ديال الثومه محكوكين، وجوج خليتهم هكا كوافيين. غادي نزيدو البصله لهداك الفراقش او الرجلين، ونزيدو الثومه. غادي نديرو كاع العناصر دقه واحده، باش قلت لكم يعني ساهله، يعني بنادم غير يعني يتبع بعينه وغادي تنجح معاه ان شاء الله يعني الطريقه. يعني هنا كما كتشوفوا يعني نضيفوا كاع داك العناصر للطنجره ديالنا. غادي نديروا واحد الربطه ديال المعدنوس او معدنوس وقزبر مخلطه، درت هنا غير المعدنوس. وغادي نديروا العطريه ديالنا كما غادي تشوفوها معايا بالتفصيل. هنايا عندي الملحه، كمون شو بلدي، عندي القرفاص كنجبر واحد شويه، عندي الخرقوم، عندي القزبر المطحون، عندي بابريكا، وعندي الفلفل اسود او ابصر، وعندنا معلقه صغيره ديال السمن البلدي، وعندنا زعفران الحر او زعفران شعره اللي غنديرو في واحد الكويس ديال الماء سخون. هو اللي غادي نضيفو لهاد التوابل باش يتبل لنا هذا الكرعين ورجلين مزيانين. وهنا غادي نضيف تقريبا كاس الا ربع ديال الزيت مخلطه بين زيت البلديه وزيت الروميه. وصافي هنا بعد ما ضفت الخليط ديالي كامل درته فوق البوطه، تشحر شويه ديك العناصر، ضروري تشحر لان تا هو السر ديالها باش تجي معلكه. وصافي من بعد ما تشحرنا داك الكرعين مع ديك البصله تكون النار مهيله. هنا كنضيفوا الماء طايب يعني ما سخون، ندير واحد القياس اللي ما غاديش نزيدو، تقريبا يطرو وربع هكاك ديال الماء سخون. وصافي هنا كنخلطو ونسدو على كوكوط ديالنا طيب تقريبا واحد الساعه. وعاد غادي نضيفو باقي العناصر اللي هي الحمص والزبيب. هنا كما كتشوفوا معايا بعد ما دازت تقريبا واحد الساعه قل ربع ولا، شوفوا هنا الكرعين يعني من النوع اللي طايب كيطيب، يعني هكا راه دخل معاهم الطياب وطابوا. غادي نزيد هنايا عندي كاسه كبيره ديال الحمص مرقت في ليله كامله في الماء، ومع داك الزبيب غسلته، الزبيب الحمر الكحل عفوا داك الكبير. ممكن ديروا داك الصغير، ممكن كاع ما ديروش اللي بغيتو. كنردوه فوق العافيه او فوق المجمر على نار مهيله، وكيطيب حتى كيتعسنا مزيان. ممكن هكا باش ما يشدلكمش بزاف الطياب، يعني من بعد ما يطيب ردوا فوق البوطه، جهدوا البوطه شويه وخليوه يتجمر لكم. وهذه النتيجه كما كتشوفوا معايا، الفراقش طايبين يعني هكا كما تشوفوهم دايبين ماشي طايبين، وداك الحمص كيجي هكا يعني طايب، وكتجي المرقه معلكه جيلاتين. انا زدت لها شي حبات ديال البطاطا هكا على حسب ولدي باش